انا حاسس اني مش متشاف. جملة بنقولها او بنسمعها كتير اوي. قبل ما اكمل الفيديو ده وارد يبقى فيديو تريجرنج او فيديو هيبقى تقيل نفسيا، فلو انت دلوقتي حاسس ان انت مش كويس في مود مش احسن حاجة، سيف الفيديو واتفرج عليه في اي وقت تاني. 90% من الكيسز اللي انا قابلتها او حتى from my personal experience، الناس اللي بتقول انا حاسس ان انا مش متشاف بنسبة كبيرة ده بيبقى بسبب البارنتال ترانسفيرنس. سيبكم من المصطلحات المكلكعة دي، انا بس بحب اسيب المصطلحات عشان لو حد هيسيرش ويعرف اكتر عن ده. بس البارنتال ترانسفيرنس بمنتهى البساطة ان انا بشكل لا واعي، وحطه تحت لا واعي 100 خط، انا بعيد توجيه المشاعر، التوقعات، الافعال اللي كانت موجودة في علاقتي القديمة تحديدا في اهلي بابا او ماما، وبوجهها تاني للعلاقة اللي انا موجود فيها في الوقت الحالي. فلو انا وانا صغير كنت دايما ببقى حاسس ان انا مش متشاف او حاسس ان انا مش متقدر، حاسس ان اللي بعمله دايما مش كفاية، most probably او في اغلب الاحيان هدخل في علاقة هتحسسني ان انا مش كفاية، وهبدأ اقول جملة ان انا مش متشاف. لان صياغة الجملة نفسها بالنسبة لي كان انترستنج. هو ليه الحد ده مش بيقول ان انا مش باخد اهتمام كفاية او ان انا مش متقدر كفاية؟ لا، دايما جملة انا مش متشاف. بالله عليك قبل ما تكتب ايوه نعمل ايه يعني ولا ايه الحل، بوز، وقف. احنا بنتكلم عن حاجة بتحصل بشكل unconscious، بشكل لا واعي. في الاول خليها قدامك، خليك واعي بايه فعلا اللي بيحصل، لان الكيس دي فعلا complicated. لان انت بتحس مشاعر غريبة تجاه الشخص اللي قدامك وانت مش عارف ليه حاسس المشاعر دي. عندك توقعات، عندك تريجرز، الشخص اللي قدامك بيتريجر يو او بيستفزك في بعض الاحيان وانت مش عارف ان ليه الموضوع ما يستاهلش كل ده. في الكيسز دي في البداية حاولت استخدم CBT DBT، مفيش حاجة منهم اشتغلت. الحاجة الوحيدة اللي فسرت ده هو السايكو اناليسيز او علم النفس التحليلي، لاننا بنتكلم عن جانب فعلا لا واعي. في الوقت الحالي كل اللي انت ممكن تعمله ان انت بس خلي الجانب اللاواعي منك ده خليه واعي قدامك. ابدأ شوف ايه المتشابه في العلاقة دي بعلاقاتي القديمة، علاقتي ببابا، علاقتي بماما. انا حاسس ان انا مش متشاف. ده معناه ايه؟ امتى بتحس ان انت مش متشاف؟ او امتى تقول وتحس ان انت متشاف؟ هل انت عندك اجابه للاسئله دي؟ ممكن الشخص اللي قدامك يعمل كل حاجه وانت برضه حاسس ان انت مش متشاف، مش عارف الشعور ده بيبقى عامل ازاي اصلا. دي اسئله مهمه جدا تجاوب عليها قبل ما تسال ايه الحل، لان هي جزء كبير فعلا من الحل.